عامله ايه الدور؟ الحمد لله تمام. مبسوط انك معايا النهارده. عشان تعبت على بال ما اجيبك، فكنت باجيلك عند المكان. لو انت فاكر ابعت لك ريكورد، يعني اخر ما جبت اخر قلت لك انا موجود هناك وانا عايز اجيبك، هجيبك ان شاء الله. كذا مرة حقيقة. هي ليها ميعاد. اكيد طبعا. هي ليها ميعاد، وكان شوية دوشة بقى والعيد وكده، عايزين نلبسوا الشباب حاجة جديدة. انا بشوف ان كل تاخيره، يعني ممكن كنت اجيبك الاسبوع اللي فات ما بقاش انا الشخص اللي قدامك. بحس ان هي كل فتره الواحد بيتغير، يعني حاسس ان هي في وقتها، انت فاهم؟ يعني الوقت ده وقته. ما هي ليها ميعاد، انا قلت لك مكتوبة. وانا سعيد جدا والله ان انا معاك، انت حد محترم. ربنا يخليك. هنبدا بالسؤال التقليدي بقى. مين هو علي قدوره؟ مين علي قدورة؟ علي قدورة هو علي عبد القادر السيد علي. يمكن انا قلت السؤال ده كتير، بس هنقوله تاني عشان خاطر محمود. عندي 29 سنة، من اسكندرية، مولود فيها اصلا. مخلص معايا معهد التكنولوجيا. خلصت دراستي، بعد كده اشتغلت، وانا حتى في الدراسة كنت على طول يعني بشتغل وبحاول ان انا اجيب فلوس، خصوصا ان مثلا والدي مات وانا صغير، يعني مات وانا عندي 10 سنين. فواكبت الحياة بقى والدنيا، ولحد ما بقيت علي قدورة اللي الناس عرفوه دوت، لحد ما بقيت دلوقتي برضو علي قدورة اللي الناس عارفينه، بس في حتة تانية بقى، بتاع الملابس بقى مش المغني بس. والحمد لله، هو ده كل الحكاية. ومين علي قدوره لما يكون لوحده؟ يعني قاعد لوحده كده من غير حد، ولا اصحاب ولا حد ولا اهل ولا حاجه. والله لوحدي دي يعني مش ببقى فيها كتير، مش بحب ان انا اقعد مع نفسي ياما. يعني انا ممكن جربتها من فترة قصيرة، يعني من حوالي 10 شهور كده، في حتة اللي انا لما جيت اعتزلت، قعدت مع نفسي الفترة ديت كده، يعني وقت من الزمن لوحدي. فكنت بقول، يعني لوحدي كنت بقول لنفسي ايه اللي انا كنت بعمله مثلا، و... وايه، طب انا هعمل ايه في اللي جاي، طب انا شغلي انا اتعودت على حاجة كده، ايه الخطوة الجاية، طب هفتح ايه، هشتغل في ايه، هعمل بيزنس ايه. ما انا ما كنتش عارف، وما كانش في حد عارف يشور عليا برضه. يعني انت هتشتغل في ايه؟ انت واحد كنت مغني، طب انت هتعمل ايه؟ حد والله ما جت من عند ربنا، يعني انا استخرت ربنا وهي طلعت لي حتة اللي انا افتح محل ملابس. الحمد لله المحل جاب محل تاني، وان شاء الله في تالت ورابع ان شاء الله يعني. بس مش بقعد مع نفسي اول حاجة آه، بعاتب نفسي او لا. لا لا مفيش الحتة دي. وطفولتك كانت عامله ازاي؟ والله طفولتي كانت زي اي حد اسكندراني. كنت شقي شويه، شقي حبتين مش شويه بس. بس كنت الواد اللي هو الحليوه ابو شعر ناعم، الكلام ده. وكنت بحب العب كوره، وكنت بحب اغني، كنت بحب اعمل حاجات كتير لحد ما بتستقر انت على حاجه انت عايزها، هي دي اللي انا هكمل فيها. لان الكوره برضو انا ما خدتش وديت فيها كتير، يعني لعبت في كام نادي كده وبعد كده وقفت كوره، يعني سقطت قايمه زي ما بيقولوا بس. ولا اي حاجه، وتعبت فيها برضو يعني في زمن من الطفوله. بس انا من اول ما ابويا توفى، زي ما قلت لك، اللي هو من بعد 6 ابتدائي دي كده، خلاص ما حسيتش ان في طفوله. يعني خلاص خلصت معايا لحد 6 ابتدائي. بعد كده خلاص بقى في حاجه اسمها لازم اشتغل عشان اجيب فلوس عشان اساعد والدتي. هي دي، ده كان كل حلمي في الدنيا. هبقى ايه، وهبقى مشهور، وهبقى ما كانش عندي اي خطه اللي انا امشي عليها، ما كانش في بلان اصلا. فهي يمكن جت معايا صدفه، وربنا كرمني في حته مثلا عشان والدتي، او عشان انا تعبت كتير قوي عبال ما وصلت للي انا فيه اصلا يعني. ولحد دلوقتي ولسه هتعب وبتعب، وزي ما بقول لك لسه 29 سنه يعني. وعلاقتك ايه كانت بالولد قبل ما يتوفى؟ ابويا ما حضرتوش كتير، ما هي دي المشكله، ودي تعتبر من الحاجات اللي زعلتني قوي. يعني دايما تسمع ان الاب ظهر، الاب سند، الاب نصيحه، الاب خد يا ابني بكذا. الاب معاك في كل فترات عمرك، وانت صغير، وانت خلصت الاعدادي، خلصت الثانوي، بتتجوز، بعد الجواز ابوك معاك في كل مرحله. يعني انت كل 5 سنين ليك مرحله مختلفه من عمرك.
يعني مشيها خمسات، 5 سنين زي غير 10 15 20. فانت بتبقى محتاج حد ينصحك. وهو من احسن الناس الاب بالذات ان يديك النصيحه، لان ده اكتر واحد بيبقى عايزك احسن منه، فاكيد مش هيخمك يعني، فاهم؟ فانا افتقدت الحته ديت، ما لحقتش ان انا اقعد معاه كتير. انا كان عندي 10 سنين، كنت صغير خالص. ما لحقتش خالص ان انت تفتكر له، يعني فاكر له حاجه دلوقتي؟ فاكر له كذا حاجه، انا فاكر له ضرب مثلا. فاكر له ضرب كان بيضرب، انا اقول لك كنت شاي، كنت فاكر له علق. فاكر له لعب كان بيجيبها لي دخل عليا بيها. فاكر له اللي انا كنت بروح معاه الشغل، ابويا كان شغال منجد في سوق زنانيري في سيدي جابر. يعني فاكر له حاجات كتير والله، فاكر له بس على قد برضو ما ذاكرتي تجيب. بس انا كنت محتاجه فعلا بعد كده، بس ربنا عوضني، يعني عوضني بخال كان هو اب بقى، وكان هو سند، وكان هو اخ، وكان يعني خالي دوت انا بحبه جدا، يعني هو اخويا اللي يعني بيحسسني بالاخواتي انا الصبيان اللي من امهات تانية ديت، مش ما بيحسسنيش بيه. فهو اللي عمل مني علي قدور، هو اللي عمل مني راجل، هو اللي قال لي لا لازم شغل، هو اللي كان بيزعق، هو اللي كان بيضرب، هو اللي كان بيخاف، هو اللي كان بيجيب لي، هو اللي كنت انا باخد منه لما بعوز يعني. وما فيش فرق بيني وبينه كبير يعني فرق بيني وبينه 10 سنين بس، سواء عشان حد برضه ما شافش ابوه كتير، نفس القصه. يعني انا اللي ربى خالي ابويا، وخالي اللي رباني، فاهم حاجه؟ فهي مشيت كده. كان نفسك يبقى والدك معاك الفتره دي ولا؟ جدا جدا والله. هو اولا ما كانش هيوافق على الحوار، انا كنت غنى والكلام، بس كمان ما كانش يوافق على الكوره، كان هيوافق على الغنى. فهو كنت عايزه يبقى معايا بجد يعني. هو كان هيبقى مبسوط، لان انا الحته اللي انا وصلت لها بابنه، بنجاحه، بحب الناس ليه، بمغامراتي اللي انا عملتها. بس برضو بقول يمكن ما كنتش انا هبقى الشخص اللي قاعد قدامك ده لو كان ابويا موجود. يعني كنت هتحجم قوي يعني، وده كان هيبقى صح. بس يا الحمد لله، هو نصيبه كله بيبقى مكتوب. وما ينفعش اقول انا كان نفسي ابويا مثلا كان يبقى معايا، كان نفسي هي دي اقدار، ودي بتاعت ربنا. هو مكتوب كل واحد هينزل يعمل ايه، وهيكسب قد ايه، وهيموت امتى، وهيخلف مين، وهيعمل كله مكتوب، وانا راضي بده جدا. بس كأمنية كنت اتمنى. لو قلت لك هو قاعد في اوضه جنبنا هنا وهتقعد معاه دقيقه واحده، تقول له ايه؟ انت صعب اوي. انت صعب بجد. لا مش عارف والله. فجأة انا اترعشت وايدي عرقت يا اسطى، مش عارف. مش هعرف اقول لك اقول له ايه، هقول له ايه؟ استنى هو يقول لي الاول، عشان انا اقول له. يعني استنى هو يكلمني الاول. ده يعني لو عرفني، يعني لو عرفني هقول له انت صاحبي. هقول له وحشتني والله، هقول له وحشتني، بس هقول له وحشتني، تعالى شوفني كده، تعالى زورني في المنام، تعالى اعمل اي حاجه يعني. اقول له بس هي كده، انت وحشتني يابا، هي دي اللي اقولها له والله بجد. علاقتك بالوالد عامله ازاي؟ لا دي كل حياتي دي بقى. دي زي ما بيقولوا كانت الاب والام بقى. دي الراجل اللي قعدت على اولادها، ربتهم. ده راحت مثلا زي ما بنشوف اتجوزت، هو مش حرام ومش عيب، بس دي اللي قعدت علينا كبرتنا. دي اللي كانت مقوية قلبي. دي اللي كانت بتقول لي متسيبش حقك. دي اللي كانت بتقول لي لازم تشتغل عشان تبقى راجل. دي كل حاجة في دنيتي. يعني ممكن بعد ربنا سبحانه وتعالى أمي بتقش عليها أي حاجة. ممكن لو جالها شوية برد كده، لو كلمتها في التليفون ولقيت صوتها مش عاجبني بجري على البيت. طب انت فيكي ايه، انت في ايه؟ دي في حتة تانية. كل اللي انا فيه ده يعني من بعد ربنا امي، من دعوات، من كلام،
من طاقة إيجابية بتديها لي، من حنية، بتسمعني في كل حاجة، بقول لها كل حاجة. يعني أنا ابن أمي زي ما بيقولوا كده، وكانت دايما الكلمة دي بتتقال لي: أنت ابن أمك. وده حاجة طبعا تشرفني، أنا بموت في أمي، مفيش حد في الدنيا ما بيحبش أمي، بس يعني دي الوحيدة اللي أتمنى لها الرضا ترضى. بس ربنا يخليها يا رب ويديها الصحة ويجعل يومي قبل يومها، لأن أنا فعلا مش متخيل حياتي من غير أمي. أنا مش متخيلها بجد. أنا ممكن اتخيلتها من غير أبويا عشان أنا كنت صغير مثلا، لكن أمي صعب صعب. أمي لأ. الفقدان بيمثل لك انك تفقد حد بتحبه. صعب صعب. بس هو ربنا منزل، يعني بينزل علينا الصبر والنسيان، وفي نعم كتيرة قوي، بس هي الصدمة بتبقى وحشة، يعني بتبقى وحشة جدا يعني. لأن خصوصا إن أنا ستي أصلا من حوالي سنة وشوية توفت يعني. كانت علاقتك بيها عامله ازاي؟ كانت حبيبتي جدا، كنت بحبها قوي، متربي معاها من صغري يعني فاكر لها بقى دي حاجات كتير بقى قوي يعني. كنت بحبها جدا، الله يرحمها يا رب ويسامحها. جربت الإحساس ده وأنا كبير كده، لدرجة إن أنا اكتئبت وقعدت في البيت وربيت بقى شنب وشعر. ما رحتش بقى شغل، وقفت الشغل، وقفت الدنيا، لحد ما بدأوا يقولوا لي: لا انزل انت خلاص، ما اللي بيروح ما بيرجعش. زعلتني قوي ستي بجد يعني، زعلتني. بس الحمد لله انا واحد طول عمري والله يا محمود راضي، برضه قوي يعني. الرضا فيا حاجة الحمد لله رب العالمين، يعني دي نعمة. انا دايما حامد وشاكر وراضي. لولا اللي انا مش حد ما برضاش باللي بيحصل، ما كنتش وقفت على حيلي وعلى رجلي، وكنت كملت اصلا. اللي بتيجي صدمات من الناس ياما قوي كتير، بس انا يعني اللي يبيعني ببيعه والله على طول، فاهم؟ وما بندمش في دي حاجه فيا، مش بندم. الحاجه الوحيده اللي انا ندمت عليها ما بيني وما بين ربنا، في حاجه انا كنت شغالها او حاجه انا كنت بعملها. غير كده لا، مش بندم على بني ادم، او بندم ان انا عرفت فلان، او بندم ان انا حبيت كده. لا خلاص، انت رحت خلاص، مش قصتي. لكن بعد الاهل مفيش بقى يعني، فاهم؟ هي اهلك هم ناسك، بعديهم لا. ما مش بندم على حد مثلا، اي حد. اللي بيحبني بحبه قراطين 3، واللي بيكرهني ربنا يسامحه. بس يعني عجبني فيك انك انا يعني ما شفتكش قبل كده خالص، يعني مفيش لقاء بينا، يمكن قبل الحلقه بس شويه اللي قعدنا مع بعض حسيتك شخص متسامح قوي، يعني شخص مع نفسك عموما انت متسامح طبيعي كده، سايبها كده، انت فاهم؟ ما هو بص، البني ادم انا ما كنتش كده، يعني انا ما كنتش كده خالص. كنت حد على طول متعصب، حد على طول في دوشه، حد على طول، وهي حاجه كانت طابقه على تحس ان في حاجه طابقه على صدرك. ما كنتش كده يعني، كنت حد، انا كنت شايف من وجهة نظري كنت حد وحش برضه، مش حلو. وكان حلو دي بعد ما انا ما سبت الشغل اللي انا كنت شغاله واعتزلت. وفي ناس ياما شككت في دوت يعني، لكن هو هيكمل كده كده هيكمل يعني. ده بياخد بس اللقطة والشو بعد كده. لا، بسامح عشان انا مش مملكش سلطة اللي انا اذيك، فاهم؟ انا شايفها كده والله. وما بدعيش بقى ديت على حد غير لما يعني حسبي الله ونعم الوكيل، ديت انا شايفها من اصعب الكلمات اللي ممكن تتقال. فانا برضو من خوفي عليك انت كحد اذيتني، مش هقولها برضو، مش يعني ممكن تقطمك. حتى لو وصلت ان هو ظلمك. ما هو ظلمني دي يعني، ظلمني ظلم، في ظلم كتير قوي، في انواع ظلم ياما قوي. في ظلم عواطف، وفي ظلم في اكل العيش في الحق، وفي ظلم في افتراء بيتبلى عليك في حاجه، وفي كلنا ماشيين نتظلم. احب ان انا اكون مظلوم ما بقاش ظالم، ده احسن. حصلت لك قبل كده موقف انك اتظلمت من حد ما كنتش تتوقع منه في الحقيقه والله دلوقتي مش متذكر، يعني انا مش متذكر لا.
لان كنت على طول باخد حق وقتي على طول. اه والله بجد يعني كنت ظلمتني هزعلك هي كانت كده. بس ما افتكرش حد عمل معايا موقف اللي هو لحد دلوقتي يخليني انا وانا قاعد معاك فاكره يعني. ما كانش في موقف بالصعوبة دي معايا. طفولتك ما وانت بتحكيها ما قلتش انك ما فيهاش حاجه انك هتغني، انت بتحكيها من شويه كده. دخلت ازاي في مجال الغنى ده؟ ما هو دخلت كنت اول حاجة بقعد مع نفسي كده. كنت بحب اسمع يعني، كنت بسمع على طول، ودني كانت حلوة يعني. فكنت قاعد بقعد اغني كده، دندن، اعمل بتاع. هي نمت نفسها بنفسها. نزلت كنت بنزل الشارع اعمل كده، اروح المدرسة اعمل كده لاصحابي، آه، في البيت، في مناسبات عائلية. شوية شوية بقت في الطابور بقى المدرسة، خلاص بقى الموضوع اتطور، فاهم. هي مشيت كده معايا لحد ما عرفت بقى الفرقة بتاعتي دي كده واتجمعنا. وقبليها كنت بادئ مع نفسي يعني، كنت جايب جهاز كمبيوتر، كنت بادئ بقى ايام الكيسة بقى، كانش فيه بقى لابات وتسجيلات ومونيتور والكلام ده. بس جت هي مشت مع حالها. ومحدش في الاول كان واقف قدام الموضوع ده من اهلك او خالك او والدتك؟ ما لهمش دعوة يعني، ما كانش ليهم دعوة في الحتة دي، فاهم يعني. ما كنتش برضو مشهور في وسط العيلة اللي انا بعمل كده، اللي انا رحت سجلت مثلا او انا رحت عملت. ما كنتش يعرفوا، بيفكروا ان انا ايه، بدندن بس يعني. ما كانوش يعرفوا، ولما عرفوا ما فيش خلاص يعني. انا كنت حد حر بجد يعني، كنت حر نفسي. كانوا يشوفوا لي غير في الغلط الكبير يعني، الحاجة اللي هتجيب العار بس، مش لكن كغنى وكده لا. ما بس انا اكتشفت ان هم كانوا يعني، ومش عايز حد يزعل مني بجد يعني، مش من اهلي لا، من الناس تانية، من صحابي مثلا حتى، اللي بيغنوا دلوقتي او في المجال، ربنا يهدينا جميعا يعني. كانوا حاسين ان انا حد، عارف، منبوذ في العيله. كنت منبوذ، بس ده بعد ما اعتزلت اكتشفت ده، لانهم كلهم فرحوا وكلهم تقبلوا الخبر بصدر رحب وببرافو، شابوه اللي انت بتعمله ده انت جامد. وهو بيسحبوني يعني. انا عندي في العيله عيله مصليه يعني، بيصلوا مش معنى ان هم متزمدين يعني، مش اللي هو حرام والكلام ده، لا، هم بيصلوا كلهم الحمد لله رب العالمين. ف كلهم فرحوا جدا يعني. حسيت بقى اللي انتوا، طب انتوا دلوقتي فرحتكم دي ما كانتش فرحتكم بيا وانا نجم يعني، ما كانتش فرحتكم بيا وانا مغني، فرحتكم لما انا اعتزلت دي. ف دي حاجه بسطتني جدا، واكدت لي ان انا صح على فكره، اكدت لي ان انا دلوقتي صح، وانا طبعا صح. فالحمد لله رب العالمين يعني، اللي انا عندي ناس شبه دي، عارفه يعني، اهلي شبه دول. انت يا ابني انت كده، ما عندناش حد في العيله كده. بقى بتيجي بقى في الكلام